السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هنعمل فيه حاجه بيحبوها كل الاطفال والكبار كمان، الناجتس. هنعمله بطريقه اقتصاديه وان شاء الله هتعجبكم. معانا هنا صدر فرخه، معانا كمان عيش فينو. بصراحه انا متعوده اعمله بالبطاطس المسلوقه، بس النهارده هعمله بالعيش الفينو. هجربه واقول لكم ايه رايي بصراحه. هقشره كده، طبعا انا مطلعاه من الفريزر فبيتقشر معايا بكل سهولة. هحطه بقى كده في بولة واحط عليه شوية مية وهصفيه. بعد كده بقى هنمسك الفراخ بتاعتنا هنقطعها وهفرمها في الكبة اهو بالشكل ده. طبعا هفرمها فرم ناعم. هنضيف لها بقى العيش بتاعنا يا حبايبي بعد ما صفيناه كويس من المية، وهضربه كمان. هنضيف له بقى كيس فيجيتار كده حلو كده، ده فيجيتار حار، طبعا بيبقى فيه كله التوابل. هنحط له كمان مرقة دجاج، ملح، فلفل ابيض، ونص معلقة من الكربونات، البيكنج صودا يعني. اهو. بعد بقى ما ضربناه كويس يا حبيبتي، هحطه بقى في التلاجة لمدة نص ساعة كده يمسك نفسه شوية كده الخليط بتاعي. كيس فردته، هحط له كده مسحة زيت، وهنزل عليه الخليط بتاعي الحلو ده اهو بالشكل ده كده. تقدري تحطي كيس بقى من فوق وتفرديه بكل سهولة. انا بصراحة حطيت في ايدي نقطة زيت وفردته بالشكل ده اهو. طبعا بقى تقدري تقسميه بقى مربعات، تعملي الشكل اللي احنا متعودين عليه وبنجيبه من بره، بس انا بصراحة قلت الطريقة دي سهلة وبرضه شكلها حلو وبتعجب ولادي اهو. قسمته بكل سهولة لمربعات كده بالشكل ده. هحطه بقى في الفريزر قد نص ساعة كده. وده الكريسبي بتاعي جبته طبعا من عند اي عطار بتجيبيه، وبتفرميه في الكبة بتاعة الخلاط، بتضربيه ضربة بسيطة وبيبقى ده شكله. معانا كمان كوباية من الدقيق، ملح وفلفل اسود، ربع معلقة صغيرة من الكركم، وكوباية من المية. طبعا هضيف لها المية لما تبقى معايا عجينة سايلة. حابة تحطي بيضة ايه حطي، مفيش مشكلة، بس انا بصراحة عاملاه اقتصادي اهو. طبعا بقى طلعت الناجتس بتاعي من الفريزر، بقطعه بالشكل ده كده. هحط بقى في العجينة، عايزين قوام العجينة زي ما انتي شايفة كده بالظبط. وبعد كده اطلعه احطه في الكريسبي. طبعا حطيت للكريسبي ملح وفلفل اهو. وده كان شكله. شايفين بقى حاجة كده اللهم بارك، وعطتني كمية. شايفين بقى شكله؟ مش قادرة اقول لكم طعمه وريحته وعجب ولادي ازاي. يا رب تجربوه ان شاء الله يعجبكم. طريقة سهلة وبسيطة وكمان موفرة. هطلع من العجينة حطه كده في الكريسبي يا حبايبي. تقدري بقى تخزني منه في اي وقت تكوني مثلا مش عاملة اكل ولا حاجة، تطلعي وتقلي على طول. جنب بقى شوية بطاطس، طبق مكرونة، طبق رز اصفر، طبق سلطة، مش هيقول لا. عملت اهو نص الكمية ولسه الكمية فيها تاني اهو. قلت بقى احمر لكم كده شوية ونشوفه مع بعض. انا برضو مستنية النتيجة زيكم اهو. شايفين الكمية حاجة كده اللهم بارك. هنا بعد بقى حبيبتي ما قليته، شايفين القرمشة؟ يا رب كنتوا كده تسمعوا معايا. القرمشة حلوة قوي، طعمه وريحته مش قادرة اقول لكم. شايفين بقى ابيض ازاي وجميل وهش كده وجميل قوي. بصراحة الطريقة دي حلوة، وانا اول مرة بصراحة اجرب حكاية العيش الفينو دي. بصراحة انا هعتمدها عندي. حلوة قوي ومقرمش كده من بره وطري من جوه. بصراحة طعمه وريحته حلوة خالص. طبعا الفيجيتار بقى بيبقى فيه بقى البصل البودر والثوم البودر وكل حاجة فيه من التوابل. يا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم، وبتمنى كده ما تنسينيش بقى في اللايك والشير وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واقولك السلام عليكم.